برنامج خاتم سليمان في إقامة الجامعية زواغي سليمان 2 في حصة خاتم زواغي سليمان للطبعة الثالثة والطبعة الخامسة باسم مديرية الخدمات الجامعية قسنطينة وسط. معنا طلبة الإقامة، راح نتعرفوا على أول طالب معنا. السلام عليكم ورحمة الله. معكم الطالب قادي ضياء من ولاية وادي سيوف. أدرس سنة أولى ماستر بمعهد التغذية والتكنولوجيات الفلاحية الغذائية لناطا. الله يبارك، ما شاء الله يزيد فضلك. الديوان دائما يسأل انت بعد رمضان والاجواء الرمضانيه يعني اللي راك مفوتها الايامات هذو في رمضان. طبعا الاجواء الرمضانيه متميزه بالجو الديني كما نعرفوا. الاقامه لا باس كما نقولوا ماهيش مقصره، كاين بعض النقائص كما في المطعم مثلا، كاين عندنا كاين شويه نقائص ماشي ياسر يعني من ناحيه الوجبات اللي مقدمه الايامات من ناحيه الكميه ويعني النوعيه. الكميه كافيه لكن النوعيه هي المشكله في النوعيه. يعني ممكن يعني بعض الاطباق اللي عجبتك واللي ما عجبتكش. كان طبق اليوم الاول والثاني من رمضان، هذا الاطباق اللي كانوا ملاح تاع الجراتان والبطاطا الروتي يعني. بعد المشكل ديما في الدوزيام بلاك الدوزيام بلاص، ما يعني الطبق يعني اللي عجبنا الاعجاب يعني وشي الاطباق يعني اللي متمني يعني يزيدوها في المنيو تاع المطعم. ممكن يزيدوا ممكن البيتزا، بالك يزيد البيتزا ممكن. احنا ان شاء الله يعني المسؤولين راهم يشاهدوا يعني البرنامج. ربي حوالينا ثاني الشخشوخه هذيك الشخشوخه وهو طبق يعني قسنطيني. ممكن يعني انشغالات يوصلوا الميكروفون الديوان ايضا اللي راهو يشاهدوا في صفحه الاقامه زواغي سليمان 2. حصتنا هي خاتم زواغي سليمان. اذا كانت عندك الاجابه صحيحه راح يكون من نصيبك هذا الخاتم المتواضع. سؤالنا لنهار اليوم يقول: ما هي الصوره التي بدات وانتهت بالتسبيح؟ ما هي؟ يعني ولو سوره الاسراء. سوره الاسراء. ركز يعني مليح. اذا ما عندكش الاجابه ممكن نمروا لزميلك. للاسف الاجابه خاطئه. راح نمروا زميلو نتعرفوا عليه الاسم والدراسه اللي يدرس فيها. بسم الله، السلام عليكم. معكم الطالب بوسنين لؤي من ولايه وادي سيوف، ندرس كيف مع التغذيه والتكنولوجيا الفلاحيه الغذائيه سنه ثانيه ليسونس، ومقيم هنا في زواغي سليمان ان شاء الله منذ عامين. الله يبارك، منذ عامين. يعني ممكن يعني اذا عندك ملاحظه، ميكروفون الديوان دائما يسال اجواء رمضانيه يعني باختلاف السنوات الماضيه، يعني كاينه اختلاف لكن من ناحيه الاجواء اللي عشتها الايامات هذو في رمضان. والله الاجواء الحمد لله يعني جميله. شويه دخل في العام اللي فات كانت كما الناحيه تاع المطعم، هذا العام اللي فات كانت احسن بياسر. العام هذا المطعم شويه الايامات الاولى ان شاء الله نتمنى التحسين باذن الله. يعني من ناحيه الجوده الكميات كما جا صاحبي ملاح، ولكن شويه كاين بعض الاطباق فيهم جوده شويه يعني تختلف. يعني احنا مناطق كل وطن راهم متواجدين في الاقامه. نعم. بما انكم يعني تشوفوا شي الاطباق اللي يعني متمنين يكونوا في المنيو ان شاء الله في المطعم الاقامه. والله يعني انا ما نكفرش عليهم، اطباقهم ملاح. يزيدوا لنا بالك شويه بوراك شويه حوايج رمضانيه ان شاء الله وخلاص ان شاء الله. يعني مسؤولين المديريه والاقامه توصل هذا الانشغال لهم. ما هي الصوره التي بدات وانتهت بالتسبيح؟ والاسم تاع عندي البدايه ما عنديش الاسم تاع الصوره. ممكن اذا قرانا الصوره: سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم.